غير هذه الوصفة اللي راح تهنيك من التخمام تاع الغدا ولا العشاء. فطيرة محشية بحجم عائلي، مفرمجة ومشخشخة ومعمرة بالبنة. نصحكم باش تجربوها. السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في بنة الزمان مع إيمان. ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم كل جديد من وصفاتي. صلوا على رسول الله. بسم الله. درت البول تاعي اللي درت فيه كاس حليب دافي، حجم الكاس 220 مليلتر، ملعقة كبيرة سكر معمرة مليح، وملعقة كبيرة خمارة تاع الخبز. بعد ما خلطت المكونات ضفت لهم نص كاس تاع الزيت، خليت المكونات كامل تفاعلوا. ضفت لهم مبدئيا 3 كيسان تاع الفرينه. خلطت مليح الخليط تاعي وشفت الخليط تاعي مازال يخصه الفرينه. انا دات لي هاد العجينه 3 كيسان وربع نتاع الفرينه. والعجينه تاعي درت معلقه كبيره زيت، كما تقدري ديري زيت زيتون بها العجينه باش تقعد لنا محافظه على الرطوبه نتاعها. جبت بابي فيلم غطيتها، نخليها في مكان دافي حتى يضاعف الحجم تاعها. جبت اناء باش نحضروا الحشو، درت فيها 3 معالق كبار زيت، 2 حبات بصل كبار مقطعين مربعات صغيره، حبه فلفل كبيره كنت قطعتها مربعات صغيره. نغطيهم نخليهم حتى يذبالوا ويدخلهم الطياب. بعد ما دخلهم الطياب نضيف لهم رشه مليحه من الملح، وضفت 2 حبات طماطم اللي كنت ربيتهم من قبل من الجهه الرقيقه، وضفت كميه من الزيتون الاخضر اللي كنت قطعته مربعات صغيره، ربع ملعقه فلفل احمر حار، نصف ملعقه صغيره فلفل احمر حلو، نصف ملعقه صغيره فلفل اسود، وملعقه صغيره طماطم مصبره. خلطت مليح المكونات نتاعي مع بعض، وضفت لهم في هذه المرحله ربع كاس نتاع الماء، ما تكثروش الماء، وزيدت عليها الغاز. اذا شفتوا طماطيش تاعكم حامضه ضيفوا السكر. خليت كامل المكونات تاعي يتكتكوا على نار عاليه حتى نشوف هذيك لاصوص بدات تنشف. ماذا بكم البنات ما تخلوش فيها لاصوص باش ما تقطع لكمش العجينه. بعد ما ضاعف الحجم تاع العجينه تاعي، درت كميه مليحه من الفرينه في سطح العمل وقسمتها الى قسمين ليكونوا متساويين. جبت القسم الاول، القسم الثاني غطيته ببلاستيك غذائي باش العجينه تاعنا ما تشيحش. نسرح العجينه بالاستعانه بالفرينه ونديرها على حسب البلا تاعي اللي غادي نديره في الفور. انا استعملت البلا 30 على 40، جاتني كيف العجينه. بعد ما سرحتها بشكل مستطيل وعلى حسب الصينيه نتاعي، جبت الصينيه اللي كنت درت فيها ورقه طهي تقدري تستغني عليه وتدهنيها دهنه خفيفه بالفرينه. سرحتها مليح على حسب الوسط والجوانب، وجبت كامل هذيك الحشوه ووزعتها على العجينه تاعي بالتساوي. ماذا بكم البنات ما تجيبوش الحشوه في الجناب باش نقدروا من بعد نغلقوا عليها. درت كميه صغيره من الفرماج، انا استعملت فرماج شيدار، واختياري انا كان يتوفر عندي الفرماج تاع الساندويتش درته في الوسط، ما عندكش تقدري كامل تستغني عليه. وجبت العجينه الثانيه اللي كنت مغطيتها بلاستيك غذائي، درت رشه مليحه من الفرينه ونسرحها على حساب الصينيه نتاعي. نسرحها فوق الحشو، نمشي العجينه كما راك تشوفوا راها تتمشى معايا بكل سهوله. نقلع هذوك الجناب، بنلع كامل هذوك الجوانب باش ما تخرجناش الحشوه، وانا بلعتهم غير بالاصبع نتاعي. جبت موس نطراسي ندير مربعات. ما تقطعوش العجينه، انا درتها غير من الفوق على حسب ما طراسيت، درتها مربعات بهذا الشكل. وجبت حبه تاع البيض ضربتها ودرتها على الوجه، كما تقدروا ديروا صفر البيض مع الحليب على حسب المتوفر عندكم في البيت. واختياري انا درت كميه من الزيتون الاسود في كل مرصو، كما تقدري تستغني على هذه المرحله. ودرت رشه مليحه من الجلجلان، وكنت مسخنه الفور على 200 درجه. دخلتها ما داتليش بزاف الوقت في الطياب، ميم با نص ساعه حتى حمرت لي من الفوق لتحت، ونقلعها. بعد ما خرجتها من الفور دات لي احمرار شباب كما راكم تشوفوا، جات العجينه مقرمشه بزاف بنينه. الحشو زادها بنه على بنه ماغري بدون لحوم، وتقدري ديريها باللحوم اذا كان يتوفر عندك. ننصحكم البنات باش تجربوها. اذا جربتوها ما تنساوش تخلوا لي رايكم في التعليقات، بارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء لتعم الفائده، والى الملتقى ان شاء الله.